احيانا تنبغيو نديرو واحد الثقوب مستقيمه وما تيكونش عندنا واحد المثقاب عمودي، او تنقبطوا واحد الخشبه اللي هي ماشي عريضه بزاف وماشي رقيقه، لان الا كانت عريضه بزاف فلا مش ما غاديش تقب واحد العمق، وإلا كانت رقيقه فالاستقامه ما غاديش تكون فريمون مستقيمه. تنشدو الخشبه ديالنا وتنديروا فيها واحد الزاويه قائمه، تنرسموا فيها زاويه قائمه بهذا الشكل هذا. وتنقطعوا هذا الجزء هذا باش من حيث تنبغيو نثقبوا الشنيول، فتنديروا المش ديالنا هنايا وتجينا زاويه قائمه. بعد ما شدينا الخشبه ورسمنا فيها زاويه قائمه، قطعنا هذا الطرف هذا وولات عندنا الخشبه بهذا الشكل هذا. دابا تنجيبوا المثقاب او البيرسوز وتنديروه وتيجينا الثقب عمودي. تنجيب واحد الكورنير وتنحيدو منه واحد الطرف بالسمك ديال هاد الخشبه تماما بهذا الشكل هذا. دابا غادي نديرو الكورنير ديالنا هنايا فوالا، وغادي نقادوه وغادي نديرو واحد جوج ديال الثقبات هنايا، واحد جوج ديال الثقبات فوالا، وغادي يعيش لنا هاد الاداه هذه غتعيش لنا مده طويله جدا ان شاء الله. درنا فيها جوج ديال الثقوب باش غادي نفيكسيوها. الاداه ديالنا ها هي واجده عمليا، دابا راه يعني واجده يمكننا نستخدموها فوالا. الاداه ديالنا ها هي كملات، اللي بغى يزيد لها شي لعيبه باش تعلق ممكن. دابا راها يعني جاهزه للعمل. بحال هاد البياسات تلقاهم كتير في عده آلات، تنجمعهم عندي منهم واحد العدد. اليوم بقيت تنتسائل شنو اللي يمكن ندير بهم، وفي الحقيقه ممكن دير بهم بزاف ديال الحوايج. ممكن ديرهم تقسمهم وديرهم او تخليهم جوان، او يعني في الحقيقه سيرتو باش يكونوا جوانات. لكن الفكره اللي طاحت لي الان هو احيانا تنبغيو نثقبوا في واحد العمق معين، وتنديروا هذاك السكوتش، تنديروا السكوتش على هذا، تنديروا السكوتش على هذا المش بالحد اللي بغينا. او هذاك السكوتش احيانا
تنفوتوه، تيدير لنا احيانا بعض المشاكل. علاش اللي ما نشدش بحال هادي هكا، ندير فيها واحد التقبه هنايا وفيس، ونبقى نحد حسب العمق اللي بغيت. وتيمكن لي هادو راه عندي باحجام كثيره. مثلا دابا هادي راه غادي تخدم لواحد 2 أو 3 د النوامر، يمكن لي ندير وحده صغر منها، النوامر اللي صغر من هذا، او القياسات ديال لي ميش الكبار ندير اللي عندها ثقبه كبيره. يعني واحد 2 أو 3 كافيين باش نبقى نخدم بهم. وتنديرها في هاد ليطو. فوالا، وتنديرها في المثقاب العمودي. نتقبها بواحد الميش اللي صغر باش تبقى صحيحه. الفكره هي هذه. حنا تقبنا هاد البياسه وجبنا واحد الفيس ملائم، وتنريقلوه على العمق اللي بغينا، وتنزيرو صافي. ها هو من داك الشيء الرفيع احسن بزاف من هذيك القضيه ديال السكوتش اللي تنعلموا به. وهذه دابا كما قلت تنديروا واحد 3 ديال القياسات غادي ينفعونا في جميع الاعمال ديالنا. واحد الفكره اللي متداوله في الانترنت، شفتها عده مرات تداولوها واحد العدد ديال القنوات، وهي الاستعمالات الخفيه ديال الكلامونيت. انا دابا جبت هنايا 4 ديال الكلامونيطات باحجام مختلفه. هاد الفكره هي اللي مفادها انه راه ممكن تحيد مسمار بهاد الطريقه هذه. تدير المسمار هنايا، اوب، يمكننا نسدوه حتى الاخر تقريبا كاع. نديرو عده محاولات، غنديرو اوب، والو ما شد شيء. والو غادي نشدوه شويه، نزيدو نشدوه. والو بطبيعة الحال بلا ما نجرب بهاد الصغير. والو نشوفو هذا تيظهر لي غادي يشد. فوالا هذا غادي يشد. ف نجيو لهاد، فوالا
نزيدو نزيروه. هو تيشد الراس، ولكن ما تيقدش يجرو خصوصا بالسهوله اللي تيبينوا في الفيديوهات. انا سديتو كاع في مره، ربما غادي يجرو ولكن بواحد الصعوبه كبيره. اذا تنعتبر بانه هاد الحيله هي يعني ملجأ اخير. الا ما عندك ما دير غادي تدبز معاه بهذه الطريقه. يعني هذه ماشي، هاد التقبه هذه ما مديورش لهذا الغرض. ممكن استخدامها في حاله اذا ما عندك حتى شي حل، ولكن بواحد الكلامونيت اللي هي كبيره نسبيا، فوالا بحال هذيك. اما هاد الكلامونيت متوسط او صغير ما خدامش. الفكره الثانيه اللي متداوله على الاستعمالات الغير العاديه ديال الكلامونيت هي انهم تيقبطوا واحد الخشبه هكذا وتيقول لك بانه راه تيمكننا نديروا الفيسوز او لا البيرسوز ونتقبوا بها باش يمشي نيشان. هذه فكره انا بلا ما نجرب خاطئه تماما. علاش؟ لان اولا من حيث تنقبطوا اي مسمار كيف ما بغى يكون نوعه، اي مسمار كبير ولا صغير، فاذا درنا هكا هو تيمشي في هذا الاتجاه، هذا. الا درنا له هكا عوجناه كان الكلامونيت كبير، فراه غادي يمشي في هذا الاتجاه. اذا هاد التقبه راها ما صالحاش لهاد الاغراض اللي هضروا عليها. يعني باش تجبد المسمار، راه الا كان كلامونيت كبير راه ممكن تجبد بها المسمار، ولكن على اساس انه هذاك الخشبه تكون يعني شاده مزيان، ماشي صغيره، تكون كبيره وشاده مزيان باش تدير واحد لا فورس كبيره باش يعني هذا راه ماشي معد لهذا الغرض بلا ما يحمق عليا شي واحد. الوغ الاستخدام اللي ممكن، فإلا كان اللي انا شخصيا تنستخدمه، الا كانوا من هاد الا كان الكلامونيت من هاد النوع اللي فيه البلاستيك، يعني بلا ما تضيعوا ولا كبير او صغير، بلا ما تضيعوا او تصدع راسك معاه. ولكن الا كان من هاد النوع هذا فراه تيمكننا نعوجوا به حديد، تيمكننا نقبطوا شي حديد، اي حديد كبر من هذا ولا صغر من هذا، راه تيمكننا نعوجوه بهذه الطريقه هذه. فوالا يمكننا نعوجوه كما بغينا. يمكننا نعوجوه بالشكل اللي بغينا، فوالا على حسب الكلامونيت اللي عندك وعلى حسب الغلظ ديال هذا الغلظ والسماكه ديال السلك اللي عندك. فهذا حتى هي غير حيله، غير الديباناج، فوالا غير تنديبانيو بها، ولكن هذه خدامه. اما القضيه ديال دير المسمار او تخدم فيسوز يعني باش ما يتحركش ولا باش يمشي مستقيم، هذه راها ما خداماش. القضيه ديال جبد المسمار فعندها شروط كثيره. شروط اللي اولا خاص هذاك البلاصه مناش غتجبد المسمار يعني شاده مزيان باش دير واحد القوه معينه، وتيخصك تريقل هاد الموليط هادي باش المسمار يتشد وتجبد. ديك الساعات راه ممكن يتحيد، ولكن راها ما غير معده لهاد الغرض، وراه ديباناج اكستريم يعني بلا ما يعول عليه الواحد.